هو مستقبل الشغل رايح فين؟ العالم حوالينا بقى سريع جدا، وكل شويه يطلع تولز التكنولوجيز تبدا تغير من مفهومنا تورز البيزنس، هندوره ازاي وهنعمل فيه وهكذا. اخيرا طبعا الاي اي، واللي عمال كل شويه يتطور بشكل كبير جدا، واحنا معاه بقينا بنبص في كل البروفيشنز اللي موجوده ازاي حاجه زي الاي اي ديت ممكن تبدا يبقى ليها تاثير مباشر او غير مباشر على الشغلانه اللي انا بعملها. زي حتى دلوقتي في الدوكيومنتيشن، ولا في الداتا اناليتكس، ولا في حاجات كتير جدا من مجالات الشغل. ايفن حتى في الاتش ار بقى في النهارده تولز ممكن تساعدني ان انا اعمل هايرنج اسرع من ان انا اقعد اعمل سكريننج لسي فيز وهكذا. فبقى العالم شغال بشكل سريع جدا، لازم اكون انا مكوب مع السرعه ديت. لازم يكون خبرتي وقوتي انا كشخص irreplaceable لتول من التولز ديت. فانا النهارده لو شغال في ايا كان من المجال ده ابتدى الاي اي يدخل فيها، لازم اكون عارف حاجتين. الحاجه الاولانيه اخر الاي اي دوت فين في شغلانتي دي حاجه. الحاجه التانية اكون انا عارف استخدم التولز دي بشكل قوي جدا، عشان بعد كده لما اروح اقدم في شركه او اروح شركه هي اوريدي بتستخدم التولز ديت، ابقى قادر ان انا اقول ان يا جماعه والله انا فاهم كويس جدا في المجال ده، فاهم كويس جدا في الاي اي تولز دي. عشان كده اقدر افيدكم كشركه ان انا اقدر اشتغل عليها واساعدكم ان انتوا تستخدموها وتبقوا بتيوتيلايز التولز ديت بشكل اكبر، وده بيسهل عليا بعد كده ان انا جوت اكسبت.